روعة روعة روعة. رايح فين؟ رايح فين؟ دخل الجول. يا نهار ابيض، يا نهار. هوبا، ضعيفة ضعيف. ايه ده؟ ما يعني هو مفيش بداية يبتدي بيها الفيديو غير كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشان السلام لله بس مش أكتر، ومن غير مقدمات يلا بينا نشوف العك اللي حصل. طيب الأهلي خسر من شباب بلوزداد عشان يحط نفسه في موقف مقرف. الأهلي متصدر المجموعة ب7 نقط، وراه شباب بلوزداد 6 نقط، أورلاندو 5 نقط، ولسه هيلعب بكرة مع استاد أبيجان. لو كسب يبقى 8 نقط، يبقى أول المجموعة ب8. الأهلي تاني ب7، والشباب بلوزداد التالت ب6، ومخلص ماتشه الصعب اللي هو المفروض ماتش الأهلي. يبقى باقي له استاد أبيجان وباقي له أورلاندو. يعني أنت دلوقتي بقيت بتلعب 8 7 6، التلات فرق هيبقى باقي لهم ماتشين، التلات فرق حظوظهم واحدة. يعني أنت ممكن في أي ثانية تلاقي نفسك التالت وبره البطولة. ان شاء الله ده مش هيحصل، وان شاء الله الاهلي هيصعد، وان شاء الله هيصعد اول مجموعه. لسه في ايدينا ان انت تغلب اورلاندو وتغلب استاد ابيجان. بس ليه العك اللي حصل ده؟ العك اللي حصل ده يعني يتحمله اللعيبه، يتحمله كولر، تتحمله الاداره. بقالنا يعني سنه بنهاتي من الصيف اللي فات، مفيش صفقات، مفيش لعيبه، الاهلي ناقص، الاهلي عنده مشاكل. ولكن بنفضل في ملطه، مفيش الناس اهو انا لا اسمع لا ارى لا اتكلم. ده اللي الاداره بتعمله. يعني ايه ما عنديش، يعني ايه ما فيش ونجات في الاهلي؟ يعني ايه الاهلي ما فيهوش ونجات؟ محمد طاهر اتصاب، خلاص انت مت بقى، ما عندكش غير حسين الشحات بس اللي بيلعب وينج، وبترمي لي امام ساعات وينج وهو اصلا مش وينج. يعني ايه يبقى قاعد بره عندك على الدكه كهربا وبيرسي تاو، حتى لو كهربا سيء والناس كلها مش طايقاه وي وي وي، وبتلعب كريم الدبيس وينج؟ يا راجل حرام على امك، يا راجل حرام على امك، ما تنقطناش. يعني هو اصلا باك شمال، واي باك شمال معدي من قدام الجزيره كده، من قدام بوابه النادي بتلعبه اساسي عليه. عمرك ما لعبته اساسي باك شمال، راح تلعبه اساسي وينج؟ يعني انت بتعمل في الواد ايه؟ انت بتعمل في الواد وفينا ايه؟ يعني ازاي الراجل ده انت بدأت بيه؟ خالد عبد الفتاح الواد اللي اسمه مزيان، الوينج ليفت بتاع شباب بلوزداد، من الماتش اللي اتغلبوه 6 هنا وهو مرمط بكرامه اللي خلفوه الارض، واخده يمين في شمال وترقيص، مسح بيه النجيله كلها بتاعت استاد القاهره. برضه بتلعبه عليه وانت رايح تلعب في الجزائر وعندك اكرم توفيق بره. طب ما قعد اكرم توفيق بره ليه؟ يعني ما قعد اكرم توفيق بره ليه؟ علامه استفهام. كريم الدبيس بادئ، علامه استفهام، وانت بره عندك كهربا وبيرسي تاو. مروان عطيه نمره 6 الوحيد في مصر مش في الاهلي، بتلعب النهارده ب 3-8، 3-8 وبيطلعوا قدام، يعني منهم امام كمان بيلعب 10، كوكا والسوليه وامام، ومقعد لي مروان عطيه بره. ده ازاي؟ ده مين اللي يتحمله العقل ده يعني؟ هتقول لي اصل هو تعبان وروتيشن. ما كنتش لعب، ما تلعبوش ماتش انبي، يعني ما تلعبوش ماتش انبي اللي فات. يعني اهم ماتش انبي في الدوري ماتش ب3 بونت في الدوري اللي احنا ما خدناهمش اصلا وتعادلناه، ولا الاهم ماتش افريقيا؟ كنت ريحوا ماتش انبي ولعبوا في ماتش افريقيا. مفيش مبرر. ما هو حتى لو هو بيعمل روتيشن عشان اشوف التشكيله اللي تقرف دي، فهو الروتيشن يا جماعه ليه حدود. الروتيشن فيه مدرب بيفكر، انا بشوف الماتشات المهمه عندي، بشوف جدولي، وبناء عليها هعمل الروتيشن، هريح ناس في الدوري، هريح ناس في الكاس عشان عندي ماتش مهم في افريقيا. لكن مش بلعب وخلاص ولما اللعيب يتعب اقعده. ده عك. قلبين الدفاع داري ورامي ربيعه، رامي ربيعه وياسر ابراهيم. داري ما تثبت يا عم اتنين، يا عم يا عم ما تثبت اتنين. انت كل ماتش هتلعب لي بواحد مختلف يا عم، ما هم مش هيبقى في ما بينهم كيمستري، اللعيبه مش هتبقى لاقطه بعضها. ما تثبت اتنين فيهم. احنا كل ماتش بقى هنقعد نتفرج على تغيير، ونيجي لمصيبه التشكيل الاساسيه اللي بسببها الاهلي يستاهل اللي بيحصل فيه، علشان ده ظلم باين وربنا ما بيرضاش بالظلم. الشناوي فعلا كل الاخبار بقى اللي بتطلع عليه دي حقيقه، احنا مش هنكذبها. ان الشناوي بيتشرط ان هو يلعب اساسي علشان خاطر يكمل في النادي، وان هو ما ينفعش يقعد احتياطي، ولو مش هيلعب هخرج بره القايمه خالص، انا ما اقعدش على الدكه. الشناوي قلب بالدنيا في اوضه اللبس، الشناوي هو اللي بيتكلم في اوضه اللبس، الشناوي هو صاحب القرارات، مش عارف ايه الكلام ده كله صح. ما احنا لما كل ماتش نشوف الشناوي موجود في الملعب ومصطفى شوبير قاعد بره، ده ظلم. الراجل احسن منه 100 مره، مصطفى شوبير احسن منه 100 مره، بدنيا اعلى منه 100 مره، رشاقه احسن منه 100 مره، تصديات احسن منه 100 مره. الراجل بيصد كوره جديده بتفرج عليه اكني بتفرج على جون بيلعب في اوروبا. لكن الشناوي اكني بتفرج على عادل المأمور بتاع الزمالك اللي الكوره دخلت كوبري فيه. يعني يا ريته بيتنك بالتناكه اللي هو بيتنكها دي كلها والراجل بيصد. لا، ما هو بيتنك وما بيصدش. طب انا استفدت منه ايه؟ انا كاهلي استفدت منه ايه؟ ده بيلعب علينا، والله العظيم بيلعب علينا.
كوره في منتهى السهوله، في منتهى الضعف، يعني الكوره في ايده، الكوره في ايده تماما. يعني يا عم ده لو هو نام، لو وقع كده على الارض هينام على الكوره، لو وقع نفسه بس على الارض هينام على الكوره. انت بتدي الكره للفرقه اللي قدامنا. يعني احنا مش عارفين نكسب، الماتش كان يقرف، الماتش ما كانش فيه هجمات، الاهلي ما فيش اي اداء هجومي، ما فيش اي حاجه نتكلم عليها، بس على الاقل كنا هنخرج بنقطه من الجزائر. ويا عم كنت خلاص موتت بقى فرصه شباب بلوزداد، كانوا هم 4 نقط وانت 8 نقط، حتى لو رونالدو كسبت يبقى 8 معاك، وخلاص المنافسه ما بينكم، وهتخرج بنقطه، الموضوع انتهى. لكن الشناوي ازاي يخرج بنقطه؟ لا، انا في الوقت اللي بدل الضايع انا هديهم الكوره في الست يارده عشان يحطوا فيها جول. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بتفكر في ايه يعني؟ ازاي ده حارس الاهلي؟ ازاي ده حارس مصر الاول؟ ازاي ده حارس مصر؟ ازاي ده حارس اصلا؟ لا الموضوع انتهى. محدش يقول لي بقى انت الشناوي شالنا كتير، الشناوي عمل، يا عم على راسي شالنا كتير وعمل وسوى، خلاص هو مستواه وقع يا باشا، يا يمشي بقى من النادي، يطلع بره السعوديه بقى ياخد فلوس، يروح نادي اقل شويه علشان يحافظ على تاريخه. لكن محدش يقول لي انت كده ناكر للجميل. لا معلش، الاهلي مش النادي اللي انا هفضل مقعد لعيب كبير عشان عمل لي قبل كده. لا انا عايز اللعيب اللي هيديني دلوقتي. انا كل موسم بخش انافس على 5 و6 بطولات، عايز اخدهم كلهم. فانا مش هجامل اللعيبه علشان تاريخه مش عارف ايه، اجامله تاريخه مش عارف ايه يا باشا، يبقى اعتزل واجاملك بقى في الشغل، اجاملك بقى تقعد جنبي على الدكه مدرب، تقعد جنبي محلل، تمسك في الاداره، اجيب لك عرض بره بفلوس، هي دي المجامله اللي النادي ممكن يعملها لك. لكن اجاملك في الملعب على حساب النادي لا. الشناوي كفايه كده، الشناوي مكانه الدكه، الشناوي مكانه يطلع بره النادي. يا باشا انت مصطفى شوبير اساسي، ووراه يا عم حمزه علاء الاحتياطي بتاعه، ومصطفى مخلوف الثالث، انت كده رضا قوي. لو عايز تدعم بحارس يبقى كبير شويه عنده خبره احتياطي لمصطفى شوبير، على عيني وعلى راسي. لكن الشناوي يفضل موجود في الاهلي ويفضل يلعب اساسي، ده ظلم بين، وطول ما الظلم ده موجود طول ما الاهلي هيفضل يخسر، لان ربنا ما بيرضاش بالظلم، والكوره ما فيهاش ظلم. الكوره اللي بيأدي بيلعب، ده اللي معروف في اي حته من يوم ما عملوا الكوره لحد النهارده في اي حته في العالم. لكن مفيش حاجه اسمها ان انا هلاعب واحد علشان ده حارس كبير وتاريخه، لا لا مفيش الكلام ده، ما شفناهوش ولا هنشوفه. فطول ما هو بيحصل الاهلي هيفضل يخسر. نيجي بقى للاداره وعك الاداره وقرف الاداره. الاداره مشيت حمدي فتحي، مشيت ديانج، مشيت السته بتوعي، جبت مين مكانهم؟ ما جبتش حد، سايبها مع كوكا كده مروان عطيه لوحده. وبعدين الاداره ملفات التجديد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، اللعيبه دي كلها ما جددتش. والشناوي يا عم مش عايزينه يجدد، خلينا في ال5 دول. اللعيبه دي كلها ما جددتش وعقدها هيخلص في شهر 6. فانت لا منك بتجدد للعيبه علشان تعرف تبيعها وتكسب فيها فلوس، ولا منك بتجدد للعيبه اللي عايز تحافظ عليها. الراجل بقى له 6 شهور خلاص في عقده ويمشي، الراجل ممكن يتفاوض مع اي حد، ال5 دول ممكن يتفاوض من دلوقتي مع اي حد قانونيا ويمشي ببلاش، يمشي فري في شهر 6. الاداره واقفه ليه؟ يعني انا مش شايف كلام ان حتى في تجديدات، في مفاوضات، في فين ملف التجديدات ده؟ ايه، مقفول؟ مقفول، مش لاقيينه في الارشيف، محدش بيتكلم في الكلام ده ليه؟ التدعيمات، احنا وصل بينا ان احنا بنلعب كريم الدبيس وينج، فين الوينجات اللي المفروض تيجي تدعم الاهلي؟ فين؟ هنفضل بالعك دوت ان طاهر وحسين اللي هم وينجات كسر، يعني مش دول وينجات الاهلي؟ يا عم لعيبه كويسه على عيني وعلى راسي، بس مش دي الوينجات الاساسيه بتاعت الاهلي. يعني ما ينفعش دول يبقوا هم الوينجات الاساسيه بتاعت الاهلي. فين التدعيمات علشان يا عم بلاش هم الوينجات الاساسيه؟ هات لهم وينجات كويسه يا عم تبقى احتياطي ليهم. طالما انت مش عايز بيرسي تو هتمشيه، خلاص ماشي خلاص، يعني هات لي وينجات تبقى احتياطي ليهم. فين المهاجم اللي يقعد وسام؟ يعني مش يقعده دكه يا عم، اللي يريحه ماتشات وماتشات، ما الراجل هيموت مننا. تخيل معايا كده اهوت، لو وسام ده مش، خد بالك وسام ده كان بطيخه يا قرعه يا حمراء، احنا جبناه واحنا مش عارفين اصلا زي ما جبنا موديست قبله. فاحنا من حظنا ان البطيخه طلعت حمراء وان الراجل جه مكسر الدنيا. تخيل معايا بقى لو وسام دوت كانت بطيخه طلعت قرعه، او تخيل معايا لو وسام ده ما كانش جه اصلا، كان فين الاهلي؟ هيكمل بكهربا؟ انت متخيل معايا؟ انت متخيل احنا رايحين فين؟ الاهلي هيكمل هيكمل بيه مهاجم؟ فين التدعيمات؟ محمد عبد المنعم مشي، فين البديل بتاعه؟ اشرف داري؟ انت شايف ان ده بديل ده؟ ازاي؟ ازاي والله العظيم؟ يحيى عطية الله جايبه اعاره بالشيء الفلاني علشان معلول مصاب، وبعد بقى الاعاره هيمشي ويسيبك، يا اما هتدفع فيه قد كده عشان تجيبه. فشل اداري بحت من اول الخطيب لحد اصغر واحد في مجلس اداره النادي الاهلي. ايه اللي بيحصل في الاهلي؟ انا مش فاهم. انتوا بتعندوا مع بعض، يعني انت بتعند مع كولر، انا مش هجيب لك الصفقات اللي انت عاوزها، فكولر بيعند معاك وقعد لي مروان عطيه بره بقى، لعب لي كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح اللي طوب الارض بيرقصوا لعبه، وارمي لي اكرم توفيق بره بقى طالما مش هيجددوا له. ما هو انت بتعند معاه وهو بيعند معاك،
واللعيبه قلبه على كولر، كل واحد يطلع لي بقى يدي تصريح، وكولر ما بيتكلمش معايا، كولر لما بيقعدني انا مش عارف بعمل ايه، وي وي وي. اللعيبه عامله رباطيه على كولر هي كمان، وقلبه على كولر. طب وبعدين يعني ايه بقى؟ مفيش مبرر اللي بيحصل. محدش يقول لي اصل المدرب هو ادرى واحد بلعيبته، واللعيبه محتاجه ترتاح، محتاجه ترتاح كان ريحها في الدوري. مفيش حد يقول لي اصل ماتشاته ماتش، لا، الاهلي من اول الموسم هو ماتشاته تقرف، من اول السوبر الافريقي يقرف، السوبر المصري قدام سيراميكا كسبنا وكنا وحشين، السوبر المصري قدام الزمالك كسبنا وكنا وحشين، الماتش الوحيد اللي لعبناه عادل ماتش العين الاماراتي. غير كده بقى تعالى الدوري، راح تتعادل مع الاتحاد، راح تتعادل مع البنك الاهلي، راح تتعادل مع انبي كله باداء زي الزفت، بتكسب المصري بالصدفه، سيراميكا كسبتها الشوط الثاني بالصدفه برضه، بتتعادل مع اورلاندو، بتخسر من شباب بلوزداد. موسم صفر، موسم سيء. كولر بالارقام واخد مش عارف 10 ولا 11 بطوله ومدرب تاريخي والكلام ده كله، بس في الملعب انا شايفه السنه دي سيء سيء. وبرضه مفيش مدرب بيطلع يقول يا جماعه التصريح اللي هو طلع قال انا محتاج تدعيمات والفرقه وحشه. مفيش مدرب بيعمل كده. يعني اللعيبه اللي عندك بقى اللي انت معتمد عليها دلوقتي لحد ما تجيلك التدعيمات دي، انت بتضربها في مقتل. انت بتقول لهم انتوا حمير وانا مش عايزكم. هيدوك بعد كده ازاي؟ ما هم لازم يقلبوا عليك، ما هو لازم يقلبوا عليك. يا جماعه الاهلي ما فيهوش حد بيلعب كوره غير امام عاشور واسامه ابو علي، ولو مروان عطيه في الملعب هو الوحيد اللي في نص الملعب. بس غير كده الاهلي ما فيهوش حد بيلعب كوره، الاهلي فاضي. سواء بقى في الملعب، سواء دكه، سواء نجم، سواء مش نجم، لعيبه بتاخد ملايين والله العظيم ما بيعرفوا يباصوا. حسين الشحات النهارده الراجل بياخد ملايين ومش عارف عايز يجدد بكام، وي وي وي، كل باصاته غلط، مس باسز، كل كوره غلط، مش عارف يطلع كوره. قفشه بتنزله في الدقيقه 80 يعمل ايه؟ طب انت الماتش متاخد منك وعايز تمسك نص الملعب، بتنزل قفشه في الدقيقه 80، بتنزل كهربا في الدقيقه 90. يعني بتنزل كهربا وبيرسي تاو الاثنين الوينجات بتوعك في الدقيقه 90، وانت اصلا بتلعب لي كريم الدبيس وينج. ده بانهي مخ؟ اقرب يوم لما نزلته في نص الملعب ما كان السوليه، وسايب لي خالد عبد الفتاح الملط، سايب لي خالد عبد الفتاح الملط في الملعب. اسلام سليماني الراجل اللي بيشطب كوره، بس الراجل عنده شويه خبرات عشان لعب في اوروبا كتير، نزل كل على قفا دفاع الاهلي كله عيش. اقسم بالله كل على دفاع الاهلي كله عيش. ماشي يا عم، الغلطه الجون اللي دخل فينا وضيع مننا الماتش غلطه الشناوي 200%، مش غلطه اي بني ادم تاني غير الشناوي. بس في النهايه برضه يا عم فين الدفاع يا عم؟ ما الكره طلعت من على الوينج الشمال واتعرضت واتشاطت، كل ده الدفاع فين؟ مفيش. الاهلي ملط، مدرب سيء، لعيبه سيئه، احتياطي سيء، دكه سيئه، اساسي سيء، اداره سيئه، كل حاجه خربانه. ما احنا لو ما شفناش، احنا قلنا 3 يناير ولا 4 يناير ومفيش حتى كلام على لعيبه هتجيبها، مفيش كلام على اي حاجه. ما هو يعني انت لو ما جبتش حد في يناير وتزود عليه في 6، ما هتفضل مكمل بدول؟ طب وبعدين؟ ما هو كولر هيطلع كل شويه يقول لك انا عايز ومحدش بيجيب لي، انا عايز ومحدش بيجيب لي، ويرمي بقى شماعه على الاداره. والاداره بتعمل معايا يا عم احنا بنجيب لك وانت ما بتلعبهمش، احنا عندنا 5 محترفين مقعد لي منهم 3 احتياطي، طب مش هنجيب لك حاجه. طب ما احنا اللي معكوكين في الاخر، ما الجمهور هو اللي بيتحرق دمه في الاخر. يا عم حرام عليكم، والله العظيم 3 حرام عليكم. يعني تعبتونا وكرهتونا في اكتر حاجه بنحبها وهي الفرجه على ماتشات الاهلي يا عم، ومن غير سلام.